كاي اكس 7. هي عربيه 7 سيتس شبه الجيتور داشنج. علامه كاي قريبه شبه قوي من علامه كوبرا. في حليات من الخشب في الطاره هنا اهي، تصلح الاطفال شويه. اهلا بيكم متابعين قناه اوتو هيثم في كل مكان. بدايه بشكر اداره معرض حجازي موتورز جروب اللي بالتجمع على الطريق الدائري داخل محطه بنزين شيل اوت لاتاحتهم الفرصه لتصوير العربيه اللي معانا النهارده. وبالمناسبه دي برضو حابب ابارك لهم على افتتاح الفرع الجديد ده. العربيه اللي معانا النهارده هي كاي اكس 7، عربيه مصنفه من فئه العربيات الكومباكت كروس اوفر، واللي زي ما انتم شايفين كده هي عربيه كبيره بتصنف من العربيات العائليه في المقام الاول. وطبعا هي عربيه 7 سيتس بتصنع بالكامل في دوله الصين، وبتدخل الاسواق المصريه عن طريق شركه كاي موتورز الوكيل المحلي لعلامه كاي في مصر. بدأ تصنيع العربيه دي سنه 2023، وكانت بتنزل بفئتين او بخيارين من المقاعد 5 سيتس و7 سيتس. بتيجي على قاعده بناء اي اف اي، ودي قاعده البناء اللي بتتم تصميمها وتطويرها من شركه شيري. وكاي اكس 7 بتقدم مجموعه من التجهيزات والتقنيات بتمثل احدث واعلى اللي وصلت ليه شركه شيري العالميه. والعربيه دي بتنافس في فئاتها عربيات زي الجيتور اكس 70 بلس والشيفروليه كابتيفا والشيري تيجو 8، وبتنزل بفئه واحده بس من تجهيزات فئه الفلاج شيب، ودي سعرها 1,395,000 جنيه، وده السعر الرسمي طبقا لسعر الوكيل ولحظه تصوير الفيديو. تعالوا مع بعض نتفرج على العربيه ونشوف ابرز واهم المواصفات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وشير الفيديو عشان يوصل لكل محب السيارات. بصوا بقى على العربيه، حجمها وشكلها عامله ازاي. العربيه بشكل عام شبه او متشابهه في التصميم الخارجي بتاعها شبه الجيتور داشنج، ولكن طبعا مع فارق الحجم والابعاد وطبعا المساحات الداخليه، وطبعا ده لصالح الكاي اكس 7. طيب تعالى بقى نبص على العربيه حته حته كده قدام والجناب وورا. اول حاجه بص على مقدمه العربيه، شكلها كبير وهجومي، شكلها ضخم. وعلى الايروداينامكس اللي جايه طبعا اللي موجوده في المقدمه بتاعت العربيه او على كبوت العربيه بتدي طبعا انسيابيه على الطريق. ولو نزلنا كده بصينا على الشبكه بتاعت العربيه هتلاقي ان شكل الشبكه الشكل بقى الحديث العصري بقى، مش الشبكات بقى الشكل القديم، لا خلاص. وطبعا ضخمه وكبيره. وهنا طبعا فتحات التهويه اللي بتعمل عمليه تهويه للعربيه. وهنا فيها هتلاقي في الديفيوزر ده حليات جايه باللون الفضي، وطبعا هنا الحساسات الاماميه، وهنا الكاميرا الاماميه اللي هي طبعا واحده من كاميرات ال 360 درجه. وهنا بقى الفوج لايتس اللي موجوده، وهنا في LED بار واصل بعرض العربيه من قدام في مقدمه العربيه كلها، وبيقطعهم في النص علامه كاي اللي برضه بتيجي مضيئه على فكره. وبالمناسبه العلامه دي قريبه شبه قوي من علامه كوبرا. تعالوا نخش كده على جنب العربيه شويه. بصوا طبعا اولا هنا العربيه من الجنب طبعا باين جدا الضخامه فيها. الاوكر بتاعت العربيه برضو من نوع الهيدن اللي هي بتختفي. وعلى فكره بالمناسبه طبعا هيدخل العربيه بيكون كيليس انتري، والعربيه بتفتح لما بتيجي تقرب منها وتقفل لما تبعد. تعالوا نجربها كده مع بعض. لو بعدنا عن العربيه بصوا اهي العربيه قفلت مجرد انها بعدت عنها، ومجرد ما قربت من العربيه فتحت. طبعا المرايات بتاعت العربيه بتيجي ضم كهرباء وظبط كهرباء، غير طبعا الاشارات اللي موجوده في المرايات. الازاز الجانبي الخلفي والخلفي طبعا جاي كله فاميه. هنا هنلاقي فيه حليه من النيكل كروم حوالين او في الجزء الاعلى من الازاز الجانبي. وهنا طبعا الروف راك اللي جاي باللون الفضي او شايفينه شكله انيق جدا. وطبعا فتحه السقف البانوراما الكبيره في سقف العربيه. طبعا هنا في الانتنه شارك اللي موجوده هنا على سقف العربيه بتدي برضه شكل رياضي في العربيه. وهنا بقى السبويلر الخلفي اللي مدمج معاه طبعا لمبه الستوب لايت اللي على فكره شكلها شكل جديد. يعني بص هي على هيئه شكل مثلث مجسم كده او ثلاثي الابعاد. طبعا هنا في مساحات خلفيه ورا. والمناسبه كمان
بص الفوانيس هنا اللي ورا دي هي الداشنج بالظبط. طبعا هنا علامه اكس 7، وبرده هنا كي على فكره بتيجي مضيئه هقولها لكم دلوقتي. والجزء ده طبعا هي تعتبر الفوانيس هنا يعني تكاد تكون متصله، بس قاطعها في النص كلمه كي. وطبعا حساسات الركن الخلفيه وكاميرا الرجوع الخلفيه اهي، اللي طبعا قلنا واحده من الكاميرات ال 360 درجه. وطبعا هنا في فتحات شكمان رباعيه، ودي جايه في الديفيوزر اللي اسفل الاكسدام الخلفي. علامه الكي اللي جايه في الارض هنا اهي. طبعا العربيه بصراحه شكلها ضخم وكبيره، عربيه عائليه 7 سيتس وكل الكلام ده كله. بص بقى على ابعاد العربيه جايه طولها الكلي 4 متر 73.8، يعني هو 4 متر 74 سم، وعرضها متر 96.8، يعني متر 97. ارتفاع العربيه بيجي 2 متر 71، وارتفاع العتب بيجي 16 سم و8. طول قاعده العجلات 2 متر 82، ومقاس الجنود بيجي هنا هبص عليه كده، مقاس الجنود بيجي 20 بوصه 255 على 50. وطبعا الجنط جاي شكله حلو جدا، او الكونفيجريشن بتاعه شكله حلو جدا وجاي 2 تونز. الاضاءه بالكامل في العربيه الكي اكس 7 بتيجي كلها من ال اي دي، سواء الاضاءه الاماميه او الاضاءه الخلفيه او الاشارات او الفوج لايتس. طبعا بص الاشارات بتفتح النور بتاعها دايناميك ازاي. طبعا فتح الشنطه كهرباء. المساحه بتاعت الشنطه طبعا اثناء فرد الكراسي كلها، يعني لسه ما عملناش اي طي اي صف من الصفوف، هي 150 لتر. هنا طبعا العده بتاعت العربيه اهي. الجنط او الستيرن بيجي من تحت هنا اهو، هنا جاي من تحت. تعالوا بقى نعمل طي كده للصف الثالث ونشوف المساحه تبقى قد ايه. لما عملنا طي للصف الثالث وصلت مساحه الشنطه 546 لتر. نعمل بقى طي للصف الثاني. طبعا دي بقى كده مساحه الشنطه بقت حجمها كبير ومهول بعد ما عملنا طي لكل كراسي الصف الثالث والصف الثاني. في هنا برضو اضاءه هنا على الجنب الشمال موجوده اهي. نقفل بقى الشنطه كهرباء ونروح نشوف المقصوره بتاعت العربيه الداخليه، نشوف بقى اخبار الخامات اخبارها ايه والمساحات. يلا بينا. بص بقى لما فتحنا الانتيريور بتاع العربيه، غالب جدا اللاكشري اللي موجود في الانتيريور بتاع العربيه باين جدا في الخامات اللي موجود بيها فرش العربيه، والخامات اللي موجوده في كل الكراسي والكراسي بتاعت العربيه كمان. الكراسي بتاعت العربيه كلها فيها فتحات تهويه سواء الاماميه او الخلفيه. اللون البيج ده كمان برده مدي كده لمسه اناقه في الانتيريور بتاع العربيه. طبعا ظبط كراسي العربيه كمان الاماميه كلها سواء كرسي السائق او الراكب الامامي جايه كلها ظبطها كهرباء. ندخل بقى كده العربيه عشان نشوف. طبعا الدخول مريح جدا. قلت لكم طبعا الديزاين بتاع العربيه من جوه والخامات روعه. بص كمان هنا ايه، مش جلد وبس او رابر بس، لا ده كمان هنا في حليات من الخشب. بص هنا التابلو عامل ازاي، الرابر الطري اللي خامته حلوه قوي. الجزء ده طبعا ده جاي من الفبر، بس برضه خامته حلوه ولونه جاي برضه بقى اللون البيج برضه اللي قلت لكم ضايف لمسه اناقه في العربيه مع الخشب طبعا بالتجهيزات بتاعته، فمديه لمسه اناقه حلوه جدا في الانتاج بتاع العربيه. ده كمان الخشب ده كمان في الكونسول بتاع العربيه. بص شكله عامل ازاي. لا بصراحه يعني في لاكجري جامد باين جدا في العربيه. في هنا امبيانت لايت برضه باين هنا اهو في الجزء ده. الشاشه بتاعه الانفوتينمنت بتيجي هنا 14.6 بوصه، بتدعم الاندرويد اوتو والابل كار بلاي. نفتح الستارت ستوب انجن كده ونشوف برضه. بص الستارت ستوب انجن في مكانها اهي في الطاره هنا اهي.
بص شكل الداشبورد وهو بينور شكله حلو قوي. الداشبورد ده جاي ديجيتال وال سي دي وبيجي 12.3 بوصه. وهتلاقي برضه على فكره البيانات او الداتا الخاصه بالعربيه هتلاقيها هنا قدامك في الداشبورد دي. زي ما قلت لكم طبعا الشاشه 14.6 بوصه بتدعم الاندرويد اوتو والابل كار بلاي. نخش بقى كده ونتفرج شويه فيها بسرعه كده. في برضه انماط، اختيار انماط القياده هنا، تنبيه تخطي سرعه ده لو حبيت تلغيه او حبيت تفعله. وفي هنا فاتيك درايفنج اللي هو يسموها تنبيه السائق عند الشعور بالتعب. لا العربيه فيها شويه حاجات حلوه بصراحه. في ميموري في الكراسي بس موجوده هنا في الشاشه، موجوده في الكرسيين الاماميين. فيها امبيانت لايت هنا اهي، تقدر تتحكم في الوان كتير جدا في الامبيانت لايت. طبعا الابل كار بلاي اهو اندرويد اوتو. تعالوا بقى نبص على شكل الطاره بتاعت العربيه. طبعا هي جايه على هيئه الدي شيب، وطبعا هي جلد ومالتي فانكشن وشكلها حلو قوي. بص اللونين اللي جايين مع بعض دول، اللون الدارك جلاي مع اللون البيج شكلهم حلو جدا. وعلامه هنا كاي اللي جايه طبعا شبه علامه كوبرا زي ما قلت لكم. وطبعا شكل المالتي ميديا هنا شكلها حلو قوي. بص هنا بقى كمان الستارت ستوب انجن هنا، وهنا الدرايف مود محطوطه في الطاره بتاعت العربيه. بص هنا تقدر كومفورت، سبورت، ايكو، دي اختيار انماط القياده هنا اهي. بص هنا هتنور مع الكشافات اهي. بص علامه كايدي هنا منوره هنا اهي. شكل الكونسول حلو قوي. في هنا وايرلس تشارجر زي ما انتم شايفين اهو. في هنا طبعا الحليه اللي بالخشب. شكل الكونسول عصري جدا. وعلى فكره هو جاي كونسول الطائر اللي جاي طبعا دورين. هنا في فتحتين يو اس بي ومخرج 12 فولت. طبعا هنا بصوا هنا شكل عصايه او نقل الحركه هنا خلاص بقى ما فيش الا عصايه بقى، هو مجرد مقبض بس. طبعا هنا فتح برضه الشنطه ممكن من هنا، وهنا الاوتو هولد، وفي طبعا فرامل يد الكهرباء اهي. دي علبه التخزين اللي طبعا طريه جدا لو انت ساند ايدك عليها، وبتفتح من في اتجاهين. لو فتحناها كده اهو تعالوا نشوف فيها ايه. بص المساحه واسعه جدا وفيها مبرد كمان، غير بقى انها واسعه جدا يعني كمان. مرايات الصالون الداخلي بتيجي طبعا تعتيم مانيوال مش ذاتي. الاضاءه في الصالون كله جايه من ال اي دي او اللون الابيض. انا عايز بس اقول لكم برده ان الطاره فيها تلسكوبيك برده، تقدر تظبطها في 4 اتجاهات اهي. او دي بصوا انا اوريكم البانوراما لما نفتحها. على فكره المساحه مهوله جدا بتاعت البانوراما، مساحتها كبيره جدا في العربيه. بصوا بقى البطانه بتاعت الابواب الجانبيه برضو ما قلتش جوده ولا تصميم رائع زي التابلو اللي جوه. بص هنا الجزء ده جاي من الرابر الطري، الجزء ده صدر وجاي باللون البيج. طبعا الجزء ده من الدارك جراي، والجزء ده برده فيه فتحات تهويه هنا اهو، وجاي طري برده تحت منه زي طبقه سفنج، والجزء ده برده طري تحت منه طبقه سفنج. الجزء ده جاي برده بالحيه الخشب اللي موجوده هنا بالتجزيعات الجميله جدا بتاعه الخشب، وبرده خشب جاي اللي هو لون البيج ده، فعمل كده سيمتريه مع اللون بتاع البيج بتاع العربيه او الفش بتاع العربيه من جوه. طيب وهنا في كمان، وهنا بقى الجيب بتاع التخزين اللي في الباب هنا. الحقيقه مساحته عميقه جدا. هو مساحته كنزه بس عميقه جدا وواسعه. ده غير بقى كمان ان العربيات تيجي بنظام صوتي 8 سماعات. تعالوا بقى نرجع المقصوره الخلفيه ونشوف اخبار المساحات ايه. يلا بينا. بصوا انا يعني زاويه الدخول ممتازه وانت داخل العربيه من ورا في الكنبه الخلفيه او في المقصوره الخلفيه واسعه جدا. المساحه نفسها في القعده في الكنبه نفسها مساحه حلوه وكبيره، عربيه عائليه. غير بقى المساحه اللي بين ركبتك وظهر الكرسي الامامي كبيره جدا وواسعه جدا. وبرده ارجع اقول لكم انا مرجع الكرسي الامامي ترجيعه محترمه جدا وكبيره قوي، فالمساحه هنا تعتبر واسعه جدا. زي ما قلت لكم هنا طبعا التكييف هنا جاي اوتوماتيك وديجيتال ودول زون. غير بقى كمان ان في فتحات تكييف خلفيه، غير كمان فتحتين اليو اس بي، الواحده تايب سي وواحده تايب اي. وفي هنا كمان كان تخزين تقدر تحط فيه اي متعلقات صغيره معاك. مساحه القدم هنا واسعه جدا وكبيره جدا، فبتحرك رجلك برده بكل سهوله ويسر. ومساحه الراس برده او الهيد روم هنا مساحتها كبيره جدا، وحاسس ان انت برده العربيه مش كابسه على دماغك. طيب هنا في ايه كمان؟ هنا برده في ارم ريست، في 2 كاب هولدرز اهم، وفي برده هنا معاها كده مساحه تخزين صغيره برده ممكن تشيل فيها. هنا ممكن تشيل موبايل او تابلت، على فكره تابلت صغير. وطبعا غير مثبت كراسي الاطفال الايزوفيكس. في هنا جيب تخزين برده في ظهر الكرسي الامامي. وهنا الجزء الخلفي برده لا يقل جوده عن البيبان بتاعت الابواب الاماميه. هتلاقي برده الجزء ده جاي من الرفرد الطري والتجزيعه بتاعت الخشب اللي موجوده هنا او الحله بتاعت الخشب اللي موجوده هنا. والجزء ده من الفبر اللي لونه بيج، والجزء ده برده جاي طبقه سفنج تحت منه، وكمان الجزء بتاع اليد هنا. ومساحه التخزين او جيب التخزين اللي في الباب الخلفي هنا مساحتها واسعه جدا وحلوه برده مش ضيقه.
تعالوا بقى نشوف المقصوره الثالثه نشوف اخبارها ايه. بصوا هنا بقى المساحه، لا المساحه ورا في الكرسي او في الصف الثالث يعني تصلح الاطفال شويه، بس اهي برضه بتفي بالغرض يعني اهي. وفي برضه هنا كاب هولدرز كده موجوده هنا عشان برضه لو معاك حاجه في الكراسي اللي ورا تقدر تحطها. المساحه اللي ورا يعني تصلح اطفال شويه اكتر من ان هم كبار يقعدوا فيها. بس تعالوا بقى نشوف منظومه الحركه اخبارها ايه في العربيه، يلا بينا. كبوت برضه بيتفتح على مرتين برضه كنوع من انواع السيفتي. مفيش لسان على هيدروليك، العين هيدروليك، فدي برضه حاجه مديه برضه حاجه لاكجري في العربيه. طيب في بطانه هنا برضه، البطانه دي بتبقى مانعه للصوت والحراره، وفي تصفيح اسفل الموتور. موتور العربيه الكاي اكس 7 تنزل بموتور 1600 سي سي تربو 4 سلندر، 197 حصان بتحققه عند 6000 لفه في الدقيقه، 290 نيوتن بتحققه من 2000 ل 4000 لفه في الدقيقه. المنظومه دي كلها متوصله بناء الحركه دول كلاتش 7 سرعات، تبريد زيت، والعربيه بتيجي بره امامي. سعه خزان الوقود في العربيه هنا بتيجي 60 لتر، والسرعه القصوى بتوصل ل 196 كم في الساعه. العربيه بتيجي بتعليق امامي ماكفرسون وتعليق خلفي مالتي لينك، وبتيجي ب6 ايرباجز. طبعا لو اتكلمنا على منظومه الامان والسلامه اللي بتنزل بيها العربيه الكاي اكس 7 2025 عربيه بتنزل بمنظومه امان محترمه جدا. طبعا اي بي اس واي بي دي واي اس بي وتي سي اس. فيها كمان بص الرادار الامامي اللي هنا ده، فيها كمان تحذير من الاصطدام الامامي، فيها كمان مساعد السير داخل الحاره المروريه، وفيها مراقبه ضغط الاطارات، وفيها خاصيه الركن الذاتي، وكمان العربيه فيها حساسات ركن اماميه وحساسات ركن خلفيه، وكاميرا محيطيه 360 درجه. حابب اقول بس تعليق في الاخر كده على العربيه دي. العربيه دي تعتبر هي فعلا قيمه مقابل سعر، لان العربيه بتقدم اوبشنز داخل العربيه بجد في عربيات بتبقى فيها بريميوم، وهي تعتبر عربيه من فئه العربيات المتوسطه، لكن حاطه وسائل امان وسائل رفاهيه وراحه في عربيه وبالسعر ده، وتعتبر قيمه مقابل سعر. غير بقى كمان عربيه حجما كبيره ومساحات داخليه واسعه جدا، فهي عربيه خيار جيد جدا للعائلات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وشير الفيديو عشان يوصل لكل محب السيارات، واشوفكم فيديوهات ثانيه قريب ان شاء الله، واقول لكم السلام عليكم.